شوفوا بقى بالصلاة على النبي، الملوخية اكنها ملوخية خضراء. جربوها بطريقتي هتعملوا احلى ملوخية ناشفة ونضيفة وصحية ومغذية على فكرة اكتر من الخضراء يا جماعة. السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى ايه؟ ملوخية ناشفة. لقيت واحد كده معدي معاه شوية ملوخية جمال من الملوخية الطرية الحلوة دي، شايفين الورق بتاعها جميل ازاي؟ قلت نجيب نعمل شوية ملوخية ناشفين ونعمل منها طبقة ملوخية ناشفة في الشتاء ان شاء الله على طرق زمان الجميلة. وهنعمل لايك لتيتا حبيبتنا، وربنا يبارك لي فيكم ويزيدكم ما ينقصكم يا رب. هغسلها وانشفها واقطفها وهنفردها على حاجه كده خفيفه في الضله مش في الشمس عشان تفضل خضره. وجبنا الملوخيه عشان ما يبقاش فيها رمل يا جماعه ولا حاجه، وعملنا وفردناها على ترابيزه السفره كده على حته او ملايه وفي الضله، مش هنشفها في الشمس. هتعرفوا ليه الملوخيه بقى قعدناها كده 3 ايام نشفت، وشوفوا لونها اخضر وجميل زي ما هي ازاي. على فكره يا جماعه طريقه النعناع نفس الطريقه كده، ما تنشفي نعناع تعملي بنفس الطريقه، وبعدين ورق تحطيه في كوبايه الشاي تلاقيه زي ما هو كده. بقى هحطها في الشمس شويه تسخن كده عشان اعرف افركها تتفرك وتبقى ناعمه. بقى الملوخيه نشفت وهنفركها كده اهو بقى وبالمنخل، وهنعملها شايفين عامله ازاي بقى. حطيناها في الشمس شويه راحت مقرمشه، وهي سخنه بقى كده تقومي فركوها بالطريقه دي. ريحه الملوخيه الناشفه ديت حاجه حلوه. هفركها بقى واعملها بالمنخل، منخل سلك كده واسع وكده يا جماعه. بقى يعني احلى من اللي بتيجي من عند العطار. عند العطار بتبقى وحشه قوي، بتبقى معموله بدول وقشر ومش نظيفه. دي طبعا غسلناها ونضفناها بطريقه حلوه وجميله كده. فركنا الملوخيه والخشنه اللي فيها اهي طلعناها في المنخل، وكده بقى ايه الملوخيه شايفين شكلها رائع من الجمال اكنها خضره. ودي طريقتنا في تنشيف الملوخيه.